تعريف الأحكام. يعني إيه الأحكام؟ يعني هي اللي بتخليك تطلع تخرج القرآن من فمك مظبوط. يعني مثلا زي أحكام الإخفاء، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد في تقى ضع ظالما. دي أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين لهما أربع أحكام. الأول وهو الإدغام يوم اللون، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ينمو إدغام بغنة، والقسم الثاني ولا إدغام بغير غنة، الياء والنون والميم والواو. الحكم الثاني وهو الإظهار، إن غاب عني حبيبي همني خبر. يعني هي مجموعة في الكلمة هذه. أما هي حروف متقاطعة، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الحكم الثالث وهو الإقلاب، وهو حرف واحد وهو الباء، تقلب النون الساكنة ميما. يعني مثلا من بعد، ده أقلاب. الحكم الرابع وهو الإخفاء، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقضى ظليما، هو الحرف الأول من كل كلمة. وعندنا حروف الإخفاء، حروف الإدغام، خص ضبط قذ، قوية غليظة شديدة. مثلا زي الخاء، خاء مش بنقول خي، خاء طا قا ذا. وعندنا الحروف اللثوية اللي هي الثاء والذا والظاء. الثاء من هنا ثاء ظاء ذا. هذه الأحكام.